هنروح في داهيه كلنا. ونتيجه انه بدون سقف فمش بنقدر ننفذ، فالناس ما بتشتغلش. كل وحده النهارده انتاجيه في مصر ما بتشتغلش. انا قدامي النهارده الملف مفزع مفزع. طب حلو. النهارده احنا بناكل يا علاء، صدقني احنا بناكل من لحمنا الحي، بناكل من مخزوننا اللي قدرنا نوفره. شهر شهرين من دلوقتي هتجد ان الناس نازله تشتري طبق الفول مش لاقياه. بقول ايه؟ احنا بنشجع الناس، الميكانيزم يشتغل، بنروح لاهدافنا المحطوطه بالتدريج. لو احنا حطينا النهارده رغبات هذه المؤسسه في ان هم يخشوا يضربوا بالحزام رئيس البنك، يزنقوه لما يخش في الحمام ويضربوه بالحزام. اذا كان هذا هو المبدا، احنا بنقول لا ده مش المبدا، بس حضرتك اسمح لي معلش. اذا كان اكمل النقطه دي. احنا بنقول ان احنا بنشوف قمه المرتبات كام وقاع المرتبات كام وبنخليها منطقيه وهنعملها، لكن مش معنى ذلك ان الناس تعملها النهارده. الناس النهارده دخلت تحرق الجهاز المركزي للمحاسبات بالورق بتاعه اللي فيه كل التفاصيل، لمجرد انهم، عايز اقول ايه، صدقني مفيش مبررات غير انها ثوره عارمه. ده ممكن حد سياده الفريق داخل يحرق الجهاز المركزي للمحاسبات. ده مش ثوره، حد عامل مصايب كبير عايز يحرق. انا عايز اقول يا علاء ان احنا دلوقتي كناس مثقفين انا موافق، مسؤولين عن ان احنا يعني احنا مسؤولين عن نربط اوصال الدوله اللي بتنفذ. انا موافق. انا عايز اقول بس حاجتين. الحماس المتدفق لحساب الثوره، بس الثوره عارفينها ابعادها معروفه. الحماس المتدفق بينعكس سلبا على الناس اللي مش مقدرين قوي انهم مش هيقدروا ياكلوا بعد كده. حضرتك في نقطه انا قادر اوصل رسالتي. واضحه جدا، مش محتاجه اي يعني، واضحه جدا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه في نقطه. مطالب الثوره وهي واضحه ولم تتغير منذ اليوم الاول، هي واخد بالك. وانا اشكر طبعا القناه على هذا الحوار، بس برضو واشكرك على سعه صدرك. بس انا يوم الجمعه هنزل واتظاهر حتى نطالب بان حضرتك تستقيل. انا مش خايف من التظاهر. ماشي انا بقول لك، وانا مش زعلان من المطالبه بخروجي واخرج بكره. انا مش نمره 2 في موضوع المظاهره حاجه، واخد بالك، والمطالب الفئويه بعضها او كثير منها له فعلا سبب وبعضها مدسوس زي ما الاستاذ حمدي قال. انت حضرتك هنا بتقول الاقتصاد لازم يشتغل. طيب انا بقول لحضرتك ان التظاهر كما تعلم في العالم كله هو حق من حقوق الانسان لا يعطل الحياه، واخد بالك. اللي حاصل دلوقتي تصور انه عطل الحياه. هقول لك انا بس حضرتك دلوقتي ازاي بتقول انه الامن ياخد وقته لغايه لما يرجع، وازاي بتقول عايز الاقتصاد يشتغل؟ طب ما هو لا يمكن الاقتصاد يشتغل غير لما الامن يرجع. لا يشتغل ازاي؟ لا يشتغل. يعني انا دلوقتي الاقتصاد يعني دلوقتي لما اخشوا ازاي يا فندم؟ عارف البورصه ما اشتغلتش ليه؟ انا ما اعرفش البورصه. عارف البورصه ما اشتغلتش ليه يا علاء؟ ايوه، لان الناس راحوا من بالليل اتلموا حواليها عشان هيحرقوها اول ما تتسجل. مين الناس؟ مين المتظاهر اللي عايز يروح يحرق البورصه؟ واحد من انا شاركت. انا بقول لحضرتك مش هقولها لك مين الاول، انت سالت السؤال. مش هقول لك مين. كل من له فلوس جوه البورصه حاطط متخيل انه هيبقى له 10000 جنيه، هيبلغ بفتح البورصه انها بقت 3000 نتيجه الانهيار اللي حصل في البورصه، رايح يحرقها عشان ما تتفتحش على هذا الاساس. يبقى انت هنا يعني ما كانوش مجموعه من المتظاهرين ولا اي حاجه، ومجموعه من اصحاب شركات تداول الاوراق الماليه عندهم مصلحه في استمرار اغلاق البورصه. ما دي حاجه والامن ده من سلطات حضرتك. طيب نشوف رجل الاعمال الوحيد اللي ما بيننا. بالامكانيات المتوفره. الموضوع ده مش بالامكانيات المتوفره يا علاء. مشكله. اولا انا مش هنزل ميدان يوم الجمعه معاك، بس لا انا هنزل. بس خليك معايا بس اقول لك ليه بقى. انت انا شفتك ولا ما شفتكش؟ مش عارف بقى، خليك معايا. في مشكله اساسيه في مساله الميدان، هي ايه؟ ان الجماعه اللي بيضربوا والعمال والادارات اللي هي مش، انا بقول لك باحتكاكي بيها، كلها عباره عن لوي دراع وجشع وغير مبرره في الظروف اللي احنا الصعبه اللي احنا فيها دي دلوقتي. هم بيقولوا من طول ما الناس في الميدان، من طول ما احنا من حقنا نعمل كده، واخدين يعني
سوري يعني مش مقصوده، مش بلوم اللي في الميدان، بس هم بيستمدوا حاله العصيان المدني اللي شغاله في مصر دي كلها من هذا الموقف. من تخيلهم ان الثوره نمرة 2 عايز اشرح لك موضوع البورصه ده. لازم نفتح البورصه، ما ينفعش ان كل واحد فاكر انه سهم لو فتحت هينزل ابو 10 جنيه ب 7 جنيه. هو لازم هو باقي ب 7 جنيه، ولو كملنا هيبقى بجنيه. بس بقى اشرح لك انا، دي شغلتي بقى. اذا استمرت الاوضاع دي هيبقى بجنيه. اللي احنا عايزين نشوف ميكانيزم، بس خليك معايا. ماشي. عايزين نشوف ميكانيزم، وانا اقترحت ده من اول يوم في الثوره، قلت يا جماعه بس خايف اقول برضه هايد بارك تزعلوا مني زي ما زعلت من الدكتور. ان احنا بنقول مش ايه؟ غلط يعني. اتفهم، هقول لك اتفهمت غلط خلاص. طبعا اتفهم انك بتستنى. يا ريس اديني فرصه بس عشان اديني فرصه. الناس في شهداء حضرتك في دكتور علاء الهايد بارك دي ناس اتقتلت، واخد بال حضرتك في القناصه بتاع نظام مبارك. تصدق بالله انا قلت الهايد بارك دي امتى؟ والله العظيم والله ان رحت للمشير في مكتبه قلت له ارجوك دخل الادارات بتاعتك تشيل السيارات المحروقه واللي ولعت والبتاع وتنظف الميدان وتدهن البرادوره وتجدد الازاز بتاع المحلات اللي اتكسرت ونظف الميدان وخلي الناس قاعدين في النص ولنجعلها حديقه نظيفه للتعبير عن الراي. والناس اللي ماتوا ما هاي يا فندم الناس اللي ماتوا مالهاش علاقه. نعيش وثيقه سمعنا يعني سؤال هو احنا نعيش وثيقه الناس ماتوا يا علاء؟ وانا بدافع عن الوثيقه. امال ايه؟ انه اثناء سقوط الشهداء لما حضرتك قلت انا هوزع بونبوني وشوكولاته ما كانش اثناء سقوط الشهداء ده في الحاله دي. هقول لك ده دي الموقف ده اللي حصل فيه. قلت حضرتك هذا الكلام يبقى وصل غلط. ده الموقف اللي انا قلته قدام الراجل في مكتبه. انا عايز افهم موضوع البورصه عشان ده يهم ناس كتير. استني وحقيقي عشان خاطري يتسني. لدرجه ان انا في وسط الكلام قلت له يا اخي يا سياده المشير نعمل زي الهايد بارك الناس ده احنا نحط العواميد اللي يتعلق عليها الاعتراضات ونعملها جنينه شيك جدا الناس تتعود انها تروح فيها. وفي الحاله دي اثناء وجودهم هناك يا ريت تودي من القوات المسلحه باكيتات للغدا الناس وعشاهم وبونبوني معاهم. والله العظيم ان هذا تم. دكتور علاء معلش لا اطلاقا قول اللي انت عايزه بقى انا قلت لك اللي عندي. دكتور علاء الفكره بس اتكلم من فضلك. لا اله او الا عايزين الله. امشي اطلاقا امشي فعلا يا دكتور انت اطلاقا دكتور علاء حضرتك لا مؤاخذه ده بامانه ده اللي حصل. ده بامانه ده اللي حصل يا علاء. حضرتك دي ثوره سقط فيها شهداء كثيرين جدا، وبالتالي كان المتوقع من رئيس وزراء مصر حتى ولو كنت انا اعتقد زي ما قال الاستاذ حمدي ان حضرتك كان المفروض تستقيل، كان المتوقع من رئيس وزراء مصر هو ان يهتم بمحاسبه من قتل الشهداء اكثر بكثير من اهتمامه بتقديم بونبوني وشوكولاته يا فندم او تقديمه يا فندم كوني قاعد الناس في منطقه نظيفه ده غلط. لا الاول نشوف اللي قتلهم يعني اولا اللي بيحقق دلوقتي يعني بقى لها شهر يا فندم. اللي حصل فين التحقيق؟ احنا عند النائب وروح قبله لم يحاكم ضابط ناقشناها وتجاوزناها. انت بتقاوح في ايه؟ انا مش بقاوح ما علاقه دي ان انا اعيش في مزبله مش نظيفه. هي كانت المشكله مشكله نظافه يعني مشكله يا فندم على كله على التوازي. انا اعتقد لا اسمح كله على التوازي. دكتور علاء من غير ما تزعل من كلمه دكتور علاء ما قاله الدكتور شفيق قاله ورد فعله عند الناس حاصل. طبعا. وهو دلوقتي وضح وجهه نظره مره اخرى وهيفضل رد فعله عند الناس لغايه لما تحصل محاكمات عند الناس لمن قتلوا المصريين والقناصه بتوع وزاره الداخليه. واخد بال حضرتك والناس اللي دهس انت حضرتك شفت الفيديو؟ شفت الفيديو بتاع العربيه المصفحه اللي بتدهس الناس؟ ايه رايك كرئيس وزراء مصر؟ دبلوماسيه كمان واخد بالك ايه رايك في الناس اللي اتقتلت وايه رايك ان في 1200 واحد عينهم راحت؟ بقول لك ايه انت ما تلبسش الوطنيه اكتر لا انا ما بلبسش الوطنيه. لا انا حاربت واكلت واتكلمت وعملت كل حاجه. انا ما بلبسش الوطنيه. ما مش عايزين لبس توب. استنى بس ما تنفعش تتكلم كده يا علاء. ما ينفعش تقول لي دستور. لا ما ينفعش يعني ارجو انك ما تلبسش. انا ليا خلفيه من خلي بالك ليا خلفيه تثبت وطنيتي. ما ينفعش تقول لي البس
اسلوب وطنيه ما ينفعش. اكيد انا ما ينفعش. مقدر ده حصل. ده غير اكيد انا ده غير مقدره. مقبول، ده غير مقبول. لا لا لازم لا تقول لا لي كده. لا غير اكيد انا مقبول. مقدر ما الكلام ينفعش ده. تقول لي البس دور وطنيه، لان انت مش هتقول لي البس دور وطنيه. وانت مش هتقول لي انا كمان. لا انا اقول لك المفروض تعمل ايه كرئيس وزراء. اطلاقا انا تاريخي يقول انا ورايا ايه. مواطن مصري دكتور علاء. ومن حقي ان انا اقول انا لك ورايا تاريخ انا مواطن بيثبت. مصري. انت حر في تاريخك. انا بس لازم علاء. مفروض عليك وعلى بس غيرك. واخد بالك، انما انا بقول لحضرتك هتقولي ما تقوليش وانا البس، مش عارف ما أنا تقوليش بعمل البس دور وطنيه. يعني ايه انا بقول لك الناس دكتور علاء. طب انا عارف الناس طب عملت ايه انا عارف للناس اللي الناس ماتت؟ ماتت. جاري تحقيق. عملت ايه؟ جاري التحقيق بقاله شهر. يا باشا شهرين لا ما ينفعش، ما ينفعش. روح عند النائب العام شوف ما ينفعش. احنا بس اهم حاجه انت بتنام في بيتك. ما النائب ينفعش. العام ما لا بينامش انا ما بقاله بنامش في شهرين. بيتك، انت اللي بتنام في يا بيتك. جماعه النائب العام ما بينامش بقاله انت اللي شهور. بتنام في بيتك. ممكن لا لا بس لا كل حاجه ليها لا 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 ما انا ينفعش بس تتكلم. انا يعز عليا ينفعش دكتور تتكلم علاء كل حاجة ليها أرجوك. أصول. ما ينفعش تتكلم يا جماعه لا خلاص انا يعز عليا جدا، انا يعز حاجة عليا ليها جدا ما ان ينفعش جزء تتكلم. اوعى كبير تنسى انا ورايا تاريخ قبل ما انت انت تتولد. بص لا 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 المزايده على الوطنيه. دكتور علاء لو سمحت يا دكتور علاء. ما ينفعش تقول لي البس هذا وطنيه. مرفوض. ده انت اللي مرفوض. يعني ايه ما انت يعني تقول كده ما انا عارف مرفوض. دكتور علاء دكتور علاء لو سمحت. هل ده معنى ذلك؟ ده مش بني ادم. ده يمنع. ده مش بني ادم. وماله البني ادم وماله لو ابنك اتداس بعربيه كنت هتقول كده. يا سيدي الفاضل خلينا لا لا ما تقولش البس وطنيه. الحماس لا 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 ده مش كده ولا حاجه. دكتور علاء. لا ده مش كده ولا يا حاجه دكتور خالص. يا دكتور شفيق انت اللي فاهم غلط. انت اللي فاهم غلط. كله كلام غلط. انت اللي كلامك لا غلط. دكتور علاء ارجوك عشان خاطري استاذ فريق كان أرجوك. في سؤال ما أرجوك. جاوبتش عليه بتاع مندوبنا الدائم الامين العام لجامعه الدول العربيه. والله يا فندم انا الحقيقه ان رشح الاخ لا ما ينفعش. اسمه ايه استاذنا الفاضل مفيد شهاب، وقيل ان هو لسه الموضوع لم يتخذ شأن قرار بشأنه ومعرفش هل حقيقة. سيادتك راضي على هذا الترشيح؟ الحقيقه اللي اكثر منا حكما على الامر اصحاب الشأن اللي هيستوعبوه في وسطهم. انا بسال سيادتك هل سيادتك راضي عن هذا الترشيح؟ لا حضرتك ليه تسالني انا؟ ما تسالش سؤال. افرض انا مش راضي والاخوه العرب اللي هيحتووه في وسطهم بيعتقدوا ان هو مناسب ليهم. صحيح مش لم يكن من الممكن أنا لمصر ممكن ان بس. تقدم مرشحا افضل؟ كان في الساحه هو بعد الحقيقه بعد تغيير النظام تردد ان ممكن يرشح واحد اخر، خلاص. وللاسف لغايه النهارده لم يصلوا الى واحد اخر. فلغايه النهارده الموضوع واقف عند ترشيح مصر عقمت يعني انها أوكي. طيب انا أستاذ بقول لك حمدي. ده اللي أستاذ حصل. حمدي. انا بقول لك خلاص. ده طب اللي انا شايفه. والله فعلا انا لازم كنت عايز اجيب لك طيب. خبر. انا عندي سؤال بس اخير بعد باشمهندس. احنا في مجال بعد ما تخلص الحلقه نكمل عايزين الحوار الناس- لو سياده الفريق وقته عايزين يسمح. الناس- بس وقتنا يسمح احنا كمان. طبعا كده طبعا ولا دكتور علاء طبعا لو هو انا اقصد ان نطرح الموضوعات لو احنا عايزين نطرح عندنا وقت برضو عندنا انا حاجات. دكتور علاء لو احنا عايزين نكمل الحوار معاه وهو لو احنا عايزين ووقته يسمح اوكي، لكن هو لو عايز ووقتنا يسمح طيب برضه على ايه انا الأحوال؟ اسال دكتور علاء سؤال بسيط جدا معلش عايز اسال يعني لو افترضنا ان هناك احساس ان في خطوره على البلد من استمراريه الوضع الحالي، بس نفترض يعني مش بقول لحد وانا لا اقول لحد يمشي ولا حد اقول لحد يقعد، بس نفترض ان هناك خطوره حقيقيه انا واحد من الناس حاسس بيها واقدر اشرحها لك. حاسس ان غير الوقت سيبك من الاقتصاد وانه هيقف شهر يقف اتنين، حاسس ان المساله مش قادرين نرجع الامن تاني. حاسس ان القوات المسلحه اللي موجوده في الشوارع دي حاسه ان ده مش دورها. حاسس ان احنا حدودنا كلها النهارده اصبحت الناس بتستقل بينا. اللي بوروندي اللي بيمضي على اتفاقيه النيل، ليبيا في 1.5 مليون واحد جاي، بنسمع عن اختراقات عند حدودنا مع اسرائيل. حاسس ان الاسرائيليين دول فرحانين فينا قوي 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 في الوضع اللي احنا فيه، لان جيشنا بدل ما يقف يدافع عننا دلوقتي بقى مغموس وسطينا. انا شخصيا حاسس ان مساله ان لو طالت مده الوقف في الاقتصاد دي مش هنقدر نرجع العجله، رغم ان انا متفائل